اشكال مختلفه لرص الحوائط بالسيراميك. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الارضيات، نصيحه ارجع شوف الفيديو اللي فات. وانت بترص الحوائط هتسمع مصطلح اسمه ستيلو عرضي وكمان ستيلو طولي. شكله عباره عن بلاطات من السيراميك، نسبه طولها بيكون مختلف عن نسبه عرضها، وليكن 30 في 60 مثلا. لو خليت طول البلاطه في الاتجاه الافقي بنسميه ستيلو عرضي، ولو رصيتهم بالطول في الاتجاه الرأسي بنسميه ستيلو طولي. ممكن كمان ترصهم سابق ولاحق، بتعمل شيفت ما بين البلاطات في العراميس بتاعتهم. الارضيات هناك كنا بنسميها سابق ولاحق، هنا بنسميها حجاري عشان بتديك شكل المباني الطوب لما بتتجمع مع بعضها. مهم جدا المطابخ والحمامات بتاعتك تكون متربعه ومزويه كويس عشان الغلاءات اللي هتظهر معاك، ويكون الغلاء عرضها من تحت لغايه فوق مقاس واحد بالظبط. وعشان الناس اللي بتزعل من المصطلحات، الغلاءه دي هي جزء من البلاط، الصنايعي بيقطعها عشان خاطر يكمل الجزء اللي ناقص من الحيط. لازم كمان تحدد للصنايعي المكان اللي هيبتدي يرص فيه السيراميك بتاعه، وبيسموه الانطلاق عشان تحدد معاه مكان الغلاءات هتبقى فين. الغلاءه دي ممكن تبقى 10 سم او 20 او 30 حسب الجزء اللي هيتبقى وحسب مقاس البلاط اللي انت شاريه. وكل ما الغلاءه دي بقت صغيره كل ما شكلها بقى وحش، وكل ما كبرت بقى شكلها افضل ومريح للعين. فيفضل تدرس الكلام ده كويس وتحاول تتفادى الغلاءات الصغيره على قد ما تقدر. ولو ما قدرتش هتحطها في الحمام او في مطبخ في مكان مستتر مش باين للعين، ورا الباب مثلا او في ركن من الاركان مش باين. وخليني اقول لك ان مصنعيه الصنايعي في تركيب السيراميك بتختلف حسب الرص وطريقه التركيب. لو هتلزق بماده غير لما تلزق بمونه، لو هتركب سيراميك غير لما تركب بورسلين، المقاس الصغير غير المقاس الكبير. فما فيش حاجه اسمها المتر بكام، ومفيش حاجه اسمها غالي ورخيص. في حاجه اسمها مواصفاتك ايه وطريقه قياسك ايه وطريقه التركيب بتكون عامله ازاي، وكمان مكانك فين عشان اقدر اقول لك ده هيكلف كام. انا محمد مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.